السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم فراخ مشويه ومكرونه بشاميل بطريقه سهله جدا وبسيطه. ان شاء الله لو جربتوها تعجبكم جدا. انا هنا معايا بصلايه وفلفلايه وطماطمايه، ولو حابه تحطي فلفلايه حاميه كمان حطي، يعني عادي مش هتفرق، ولو مش بتحبيه ما تحطيهاش. ومعايا ليمونه، ومعايا التوابل ملح وفلفل وزعتر وروزماري وخل، واي صوص عندك باربيكيو، صويا صوص، اي صوص عندك حطي منه معلقتين كبار. بس ما تحطيش التوابل في الكبه بحيث ان هي لونها ما يغيرش معاكي. انا هنا بدأت اقطع الحاجات اللي معايا دي واعصر الليمون، بعد كده احط الخل كمان ربع كوبايه زيت. وهبدأ اضربهم كده في الكبه ضرب ناعم، بحيث ان البصل ما يتحرقش معايا. ودي كمان نص معلقه من الثوم المفروم. بصراحة كل اللي داق الفراخ قال لي عايز الطريقة، يعني لو جربت الطريقة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. انا هنا هضربها كده ضرب كويس زي ما قلت لكم في الكبة، ومش هحط برضو التوابل بحيث ان الكبة لونها ما يغيرش معايا، لان الكبة الكبيرة لونها بصراحة اتغير، وما حبيتش ان انا اعمل في دي كمان عشان لونها يفضل شفاف كده ونضيف. يا بنات، انا عايزه اقول لكم ان انا النهارده كنت عازمه فاطمه والاكل عجبها جدا الحمد لله. وكمان حبت طريقه الفراخ وقالت لي عاملاها ازاي، وقلت لها ما تقلقيش مصوره لك الطريقه وابقي شوفيها. بصراحه كنت مبسوطه قوي عشان الاكل عجبها، وعشان كمان هي جت فترت معايا. انا بحبها علشان هي من الشخصيات المحترمه، وعشان كمان هي صاحبتي. بس زي ما قلت لكم كده ضربت الخلطة دي في الكبة وخليتها كده، ضربتها ضرب ناعم بحيث ان البصل ما يتحرقش معايا في الفراخ. وانا كنت غاسله الفراخ كويس جدا وحطها في المصفى عشان تصفي المية بتاعتها، وده كان شكلها. وهحط دلوقتي عليها الخلطة دي، وبعدين هنزل بالتوابل. التوابل معايا هنا معلقة من الملح، ومعلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الروزماري، ونص معلقة من الزعتر، ومعلقتين كبار من توابل الفراخ. وتوابل الفراخ دي بتخلي الفراخ المشوية طعمها حلو جدا، وبتفرق جدا جدا في طعم الفراخ. انا هنا كنت مقطعه الفراخ بالشكل ده وفتحاها، عامله لها فتحات بحيث ان التتبيله تدخل في انسجه الفراخ وتتبل، ويبقى طعمها حلو جدا زي ما قلت لكم. عجبت كل اللي دقوها. لو انتي مش مستعجله عليها تبليها قبليها بيوم، وممكن لو انتي مستعجله قبليها بساعتين 3 هتبقى زي الفل معاكي. انا هنا بوريكم كده، شفتوا كنت فاتحاها ازاي بحيث ان دي انا هشويها وتبقى مستويه وتبقى من جوه نضيفه زي ما احنا شايفين كده. كنت عامله لها محلول نقع عباره عن ملح وخل وليمون، وخليتها كده حوالي 10 دقايق في المحلول النقع. هنا انا بسلق المكرونه طبعا عشان اعمل البشاميل، وهي كانت خلاص كده اتسلقت. حطيت لها ميه تغلي، وحطيت فيها شويه من الزيت وشويه من الملح. وهنا كنت بعصج اللحمه الطريقه العاديه خالص. قطعت بصلايه فرمتها في الكبه وشوحتها كده تشويحتين، ونزلت عليها باللحمه. بعد كده واحده من الفلفل الحامي، واحده من البارد، وحطيت ملح وفلفل، وواحده من الماجي. وممكن تحطي صلصه وممكن تحطي طماطم. انا بصراحه حطيت الاتنين، حطيت معلقتين صلصه ومعلقتين طماطم مفرومين في الكبه، وبصراحه برضو كان طعمها حلو جدا. وبس كده كانت اللحمه اتعصجت معايا، وهبدأ اطبق صينيه المكرونه. قبل ما احط البصل كنت حاطه معلقتين من الزيت ومعلقتين من الزبده. وخلاص كده بعد ما اتعصجت معايا انا بدأت اعمل البشاميل. حطيت 4 معالق من الزيت ومكعب كبير كده من الزبده. وكان البشاميل طعمه خطير يا بنات، جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. وكمان المكرونه عجبت فاطمه وقالت لي حلوه قوي. هنا بعد ما الزبده تسيح هنزل ب4 معالق من الدقيق.
واقلبهم كويس قوي. مش عارفه ليه هما ما جوش وانا بحطهم، بس هو ده كان شكلهم. تفضلي تقلبي كده عشان يبقى شكلهم كريمي كده وميبقاش فيهم اي تكتلات. وتنزلي بكيلو ونص من الحليب، او ممكن تحطي كيلو وتحطي نص شفشق كده من ميه سلق المكرونه. انا هنا نزلت بلتر من الحليب وحسيت ان هو عايز شويه كمان، فضفت له شويه كمان. وتفضلي تقلبي كده زي ما انا بقولك، بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي تكتلات. ولو حسيت ان في اي تكتلات تضربيه بالهاند بلندر. يعني انا لما البشاميل برد وحسيت ان هو تقل معايا كده، ضربته ضربتين كده بالهاند بلندر مع شويه من الحليب. وده كان شكل الفراخ بعد ما اتبلت. ده كان بقالها حوالي 4 ساعات. وعشان انا عايزه البايركس ده هنقلهم في الاتنين بايركس الصغيرين، وهاخد البايركس ده اعمل فيه المكرونه. على ما حطيت الفراخ كنت حسيت ان البشاميل تقل معايا شويه، حطيت له شويه من الحليب وضربته كده ضربتين بالهاند بلندر. حسيت ان هو بقى كريمي اكتر، وبصراحه التكه دي فرقت معايا. خلاص كده انا كنت ضربته بالهاند بلندر، وجبت بقى البايركس حطيت فيه شويه كده من تحت، وحطيت نص كميه المكرونه، وحطيت برضو عليها معلقتين من البشاميل، لان انا كنت عامله كميه حلوه من البشاميل زي ما قلت لكم، كيلو ونص من الحليب. تبقى حلوة كده من المكرونة. نزلت كده بنص كميه المكرونه وقلبتها كده في البشاميل، ارجعي وحطيت يا عليها هوا. برضو شويه من البشاميل وقلبتها. لو نسيت اطلع الموتزاريلا، بس الموتزاريلا والحاجات دي انا مش هحطها دلوقتي لما اللي في الفرن ينام. لو عايزاها جوسي اكتر وطريه ومش مهم تبقى قطع، خففي البشاميل اكتر من كده. طيب لكن هي كده كانت مظبوطه معايا، وكان قوامها حلو جدا، وكل دقها عجبته جدا الحمد لله. حاضر يا ماما. هنا انا كنت حطيت اللحمه المفرومه وحطيت عليها كده رشه من الجبن، ونزلت بقيت كميه المكرونه. معلش هي في مقاطع ما اتحطتش، بس انا بشرح لكم كل حاجه بالتفاصيل. انا كنت حطيت اللحمه المفرومه وحطيت عليها رشه جبن كده، وبصراحه الحركه دي بتفرق جدا في الطعم. بس لو مش حباها ما تحطيش، هي كده كده طعمها كان حلو قوي وكانت ممتازه، ما كنتش عايزه حاجه. وهنا خلاص انا حطيت البشاميل، بقيه البشاميل. وهنا هحط جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. هنا بقى كانت فاطمه جت وقعدنا نرغي ونسيت احط لكم مقطع البشاميل اللي في الاخر، وبعدين حطيت لكم وانا بحط الجبن كده. بصراحه كانت نكهه الجبنه الرومي، كانت جبنه رومي مبشوره، كانت نكهتها قويه جدا وكانت فارقه جدا في الطعم. ودي كانت جبنه موتزاريلا، غرقتها كده جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، وكانت حلوه قوي. كانت حلوه يا رنا؟ قولي اه. بتهزلي دماغها فبقول لها قولي اه. المهم انا دلوقتي كنت مولعه الفرن وهدخلها كده 10 دقايق، وهولع الشوايه تاخد وش، وخلاص كده هتكون خلصت معايا. حطيت كميه الجبنه الموتزاريلا كلها بصراحه، وكان طعمها خطير. جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. وده كان شكلها من قريب. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها بجد يعني بيشرح نفسه.
بس يا بنات، وده كان شكل الاكل في الاخر. هي سفرة كده مش كبيرة قوي، بس انا كنت بفطر انا وفاطمة واختي بس، فما حبيتش اكتر في الاكل بحيث ان الاكل ما يفضلش عندي. والحمد لله كانت سفرة زي الفل. ويا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، وهشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامة. باي باي. عايزة تقولي باي باي؟ قولي.